مهم وضروري جدا قبل ما ندخل في أي تفاصيل أو نتكلم عن أي موضوع من الموضوعات الطبية المثيرة للجدل. في سؤال مهم محتاج إن أنت تعرف إجابته بشكل كويس أوي، وده علشان ما يجيش أي حد بعد كده ويضحك عليك. والسؤال بيقول: ليه بنلاقي عدد كبير من الناس بيشجع الطريقة بتاع الدكتور ضياء العوض وغيره من الأشخاص التانيين اللي بيعتمدوا على أساليب غريبة في العلاج، زي اللي بيعالج بالأكل واللي بيعالج بالأعشاب واللي بيعالج بالسحر، مع ان الناس دي بيكون ليها اخطاء كارثيه ممكن تتسبب في وفاه الاشخاص. ده احنا كمان بنلاقي ان لهم جروبات على الفيس ومليانه ناس، والناس اللي جوه الجروبات دي اشخاص حقيقيين زي وزيك، مش روبوتات ولا حاجه. معقوله كل الدعم ده جاي من فراغ؟ في الحقيقه يا صديقي ان الدعم للناس دي مش جاي من فراغ ولا حاجه، ولكنه في نفس الوقت مش جاي بسبب ان هم صادقين او الطريقه بتاعتهم صحيحه ومظبوطه. السبب ورا كده حاجتين اتنين اساسيين، خليني انا اقولهم. السبب الأول والأساسي ورا الموضوع هو اليأس. أيوة اليأس. اليأس اللي بيتسلل لقلوب عدد كبير جدا من الناس، وخصوصا المصابين بالأمراض المزمنة، وده لأنهم بيكشفوا مرة واثنين وثلاثة عند دكاترة مختلفين لحد ما يكتشفوا إن المرض اللي عندهم ده مزمن وملوش علاج نهائي. هنا بقى بيحسوا باليأس، وكمان بيحسوا بالمؤامرة الكونية اللي الدكاترة عاملينها ضدهم ومخبيين عنهم العلاج ومش عايزين يديهولهم علشان يفضلوا يكشفوا عندهم على طول، مع ان الدكتور ده والله غلبان جدا زيه زيك. كل الحكايه انه بياخد بالاسباب وبيدرس الطب وبيطبق اللي خده ده على الحاله بتاعته، وبعد كده الشفاء بيجي من عند ربنا. اما بقى السبب التاني ورا الموضوع وهو اننا شعب طيب وغلبان وعلى نياته، وانا هنا مش بغلط فينا ولا حاجه، ولكن هي دي الحقيقه. احنا ما بنحبش اللي يصدمنا بالصراحه، ولكن بنحب اللي يقول لنا كلمتين حلوين كده خفاف على القلب، بعيد بقى عن لخبطه الدكاتره والادويه والعمليات والليله الكبيره دي. احنا بنحب اللي يطبطب علينا، وعلشان كده هتلاقي الاشخاص اللي بتخترع الطرق دي اساتذه في بيع الكلام، بيقدروا يقنعوا عدد كبير جدا من الناس انهم هيعالجوهم في مده قصيره، وكمان يقنعوهم ان الامراض بتاعتهم اللي بقالها سنين يا عيني الطب مش عارف يعالجها او محتاجه عمليات معقده، هم عندهم الحل ليها بدايت بسيط وعدون قرنفل و5 جنيه زنجبيل. ولان احنا شعب طيب وغلبان وعلى نياته، فالناس بتقول طب ما نجرب، هو احنا هنخسر ايه؟ وبيتجهوا للاشخاص دي كمحاوله يائسه اخيره للتخلص من المرض، بعيد بقى عن جشع الدكاتره والتجاره اللي هم مدورينها مع بعض. ومن هنا بقى يا صديقي بيبدا يظهر ناس بتدعم الاشخاص دي، وبيعملوا لهم الجروبات والمجتمعات، وبيدافعوا عنهم وعن الطريقه بتاعتهم على السوشيال ميديا وفي كل البوستات، مع انهم لو كلفوا خاطرهم شويه صغيرين ودوروا كويس ورا الاشخاص دي هيلاقوا كوارث. وبس كده، انا دكتور مصطفى فرحانه، ويا رب دايما تكونوا بخير. سلام.